سوري، انت تستاهل حد احسن مني. متأكدة ان في حد جه في بالك دلوقتي. بدل ما تخسر نفسك اخسرهم بسرعة. هايلايتد عن تجربة شخصية. واسيب البنت تحبك، حب البنت تسيبك. احلى طريقة تقربي بيها الناس ليكي تخليهم خاتم في صباعك. لو ده حصل يبقى دي علاقة غير سوية. بدل ما ينور وشك هيبوظه وهيطفيه. العيب مش في القهوة، العيب فيك. خيب على السن ده، روح نام وما تزنش بقى. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست لاتيه على الريحه مع ساره معتز، كل يوم جمعه الصبح. النهارده الحلقه مميزه جدا وانا متحمسه ليها قوي قوي قوي. اول حاجه لان انا جبت مايك جديد عشان خاطر كل مشاكل الصوت تتحل، وكذا حد قال لي في الكومنتس وانا خدت بالي، فان شاء الله الصوت يبقى احسن ويبقى الموضوع لذيذ. تاني حاجه ان انا عامله قهوه حلوه قوي قوي قوي، احلى من مليون باريستا في اي مكان بتاع قهوه، فخلوني اتذوقها. بيرفكتو. تالت حاجة بقى وهي الأهم، ليه بنسيب القهوة تبرد بعدين نقول ييه طعمها مش حلو خالص، أنا ما بحبش القهوة؟ لا، هي العيب مش في القهوة، العيب فيك. نفس القصة حضرتك لما تيجي تحطي ماسك على وشك. الماسك المفروض ينور وشك ويديله حيوية ونضارة، بس الماسك مكتوب عليه سيبيني على وشك بس 15 دقيقة. انتي بقى كسلتي انك تروحي تشيليه وقعدتي تعملي مليون حاجة وتلهيتي عنه وسبتيه ساعة. هيعمل ايه؟ مش بعيد يعملك تصبغات وآثار وعكس كل حاجة كان المفروض يعملها. بدل ما ينور وشك هيبوظه وهيطفيه. وانا هنا مش بتكلم لا على القهوة ولا على الماسك، هنا بتكلم عليكم يا حبايب قلبي، بتكلم على العلاقات. It's too late. كلمة بالنسبة لي بستخدمها كتير قوي ومعبرة جدا بالنسبة لي، وده مش اوفر ولا ان احنا محبكين الدنيا. وزي ما هقول لكم قبل ما هتكلم على اي توبيك، البالانس حلو. يعني ما تاخدوش اي كلام من الحلقات بتاعتي وتعمموه. شغل مخك وديبنز على الموقف وعلى الشخص. التوقيت اهم شيء في العلاقات بين البشر، ويكاد يكون يعني التوب، بجد التوب في الحاجات المهمة اللي هتخلي العلاقة دي تكمل، تبقى علاقة لذيذة ما فيهاش تنشنة. محدش يقول لي لا عادي الوقت مش مهم. لا مهم، لا مش عادي. انت كده بتضحك على نفسك او بتبرر افعالك. ليه؟ لان انا لما ببقى بمر بوقت صعب جدا ومحتاجة حضرتك او محتاجة حضرتك، وانت ما عندكش سبب مقنع يخليك بعيد عني الوقت ده، سبب فعلا انت مش غصب عنك مش قادر تكون على تواصل معايا. هو انا ليه بتكلم مصطلحات عربية جدا؟ هو في ايه؟ اوكي، هحاول اظبط مصطلحات اخليها مش عارفة مالي في ايه. المهم، فانا لما محتاجة حضرتك في وقت صعب جدا وما تكونش موجود بدون اي سبب واقعي، وانا اكون محتاجة جدا والوقت يعدي وبقيت كويسة والحمد لله حياتي بقت أحسن، وجيت لي بعدها بأسبوع مثلا، إيه بقى؟ قوليلي كان مالك إيه؟ أنا ممكن أحكي ندردش عشان مش لاقيين حاجة نتكلم فيها، ولكن هيبقى بلا قيمة، حاجة بلا كمان معنى. ما فيش أي معنى إن أنا أحكي لك عن وقت صعب أنا كنت بمر بيه من أسبوع فات واتحل. إيه بقى؟ ها خلينا نشوف. لا مش هنشوف. مين إحنا؟ مين أنتوا؟ يعني إيه خلينا؟ خلاص الوقت عدى. وبتبقاش قمصة، بتبقى اللي هو فعلا الوقت عدى. ليه احكي على مشكلة كانت معايا من فترة كبيرة وانا بقيت كويسة؟ ليه اصلا افتكر النكد؟ ما خلاص، ما كل حاجة بقت تمام. مش ذنبي انه يعني انت متأخر خلاص. وبرضه مش بناخد يعني ريد فلاج على الناس من اول موقف، بتبقى مواقف كتير متكررة لهذا الوضع. يعني لهذا الوضع يا سلام عليا. بفكر نخلي الحلقات باللغة العربية الفصحى، يعني حاسة ان انا بميل ليها الفترة دي قوي. فيا عزيزي ويا عزيزتي، الاهتمام بعد فوات الاوان الله شعر ملوش اي لازمة. وبليز روح نام، بجد روح نام وما تزنش بقى. يعني انت لما تيجي متأخر
ما تبقاش زعلان انا مش عايزه احكي عن حاجه حصلت. طب ما انا خلاص مش هفتكر النكد، وحتى لو حاجه كويسه بدل ما هو مكلمه الو انا حصل معايا كذا كذا مش عارف ايه، فانا عايزه رياكشن وقتي لما حضرتك وحضرتك تكلموني بعدها باسبوع او 10 ايام يومين، ايه بقى ايه اللي كان حاصل؟ اقول حصل معايا كذا كذا كذا. النبره اتغيرت، اللهفه راحت. فاهمين حاجه؟ في طاقه كده مبقتش موجوده. فبجد الاهتمام بعد ما الوقت بيعدي بقى ماسخ، لترلي ماسخ، زي الاكل الماسخ اللي بدون بهارات وبدون ملح. الكلام ده بقى في مواقف صعبه، في مسج انا بعتها، في اتصالات بتصل بيها، في اي حاجه في الدنيا، في ان انا بكلم شخص اقول له على حاجه حلوه حصلت معايا في حياتي. فتخيلوا بقى لو انا اصريت بقى اتصل كذا مره مفيش رد، مفيش حاجه، لا مسج ولا كول ولا اي في وسيله ان انا اتواصل. فضلت استنى ودماغي تشتغل، يا ترى ايه اللي حصل، يا ترى طب في حاجه مصيبه حصلت، طب انا زعلت الشخص ده، طب انا مش عارف ايه. تفضلي تسالي نفسك وتجلدي نفسك، انا ازاي عملت كده، طب انا عملت ايه، طب مش عارف. دماغك تشتغل، تفضلي تستني. الانتظار ده بقى هيموت اللهفه كده زي ما قلنا، وبيقتل، ركزوا بقى، بيقتل المشاعر تدريجيا، وبتبقى انت كأنك لم تكن بالنسبة للشخص التاني. ما تفتكرش ان التقل ده حاجة لذيذة بتخلي الناس تتمسك بيك. لو ده حصل يبقى دي علاقة غير سوية end of text. لو ده حصل، لو لقيت ان انت لما بتعمل حاجات توكسيك ما بتردش، بتتقل، مش عارف ايه، ده بيخلي الناس علاقتها بيك احسن، يبقى الناس دول مش ناسك، يبقى دول ناس توكسيك غير سويين متعودين على التعامل ده. فلا حبايبي بعيد عني، ايه الدوشة دي؟ العلاقات المفروض في حياتنا بتهون وبتطبطب وبتحلي الحياة وبتخلينا نتنفس قادرين. الحياة صعبة بما فيه كفاية ان احنا نصعبها كمان بالعلاقات. اخي مش طبيعي الموضوع. كنت هنسى قهوتي تبرد اهو، بنصحكم وانا يلا. احنا بقى الله اكبر اللهم بارك نتحسد، جيل رائع، جيل بيعشق المعاناة، جيل بيعشق انه يعذب الناس اللي حواليه. ما تيجوا كده نخترع مصطلح جميل يخلي الناس تتعب في حياتها، يخليك كاره الشخص اللي قدامك ودايما متوتر وبتسأل نفسك أنا عملت إيه؟ هو ما بيردش عليا ليه؟ الصمت العقابي أحلى طريقة تقربي بيها الناس ليكي وتخليهم زي الخاتم في صباعك. اتقل أكتر، مارس الصمت العقابي أكتر، ابقى توكسيك أكتر، الناس تحبك. خليك طبيعي وبني آدم وبتبين مشاعرك، الناس تسيبك وتكرهك. عارفين اللي هو سيب البنت تحبك حب البنت تسيبك؟ احنا بقى بقينا ماشيين بالموضوع ده. ده حصل الأسمر مش عارفة. المهم قاعدة بشرب قهوة وبتفرج على مش عارف حاجة وانا كويسة، عندي طاقة عادي للكلام ونفسيا كويسة وكل حاجة لذيذة، وجي حد يتصل بيا كذا مرة. انا شايفة انه موبايله لا هرد من اول مرة. انت عبيطة ولا ايه؟ انت تقللي من نفسك تردي من اول مرة؟ ايه ده حد بعت مسج وانا شايفاها وقادرة ارد وكويسة. يعني احيانا الواحد مبقاش عنده طاقة يتكلم، مبقاش عنده طاقة يرد، بس ساعتها بيقول للشخص ان هو مش قادر دلوقتي او يعتذر بعدها. ده حاجة تانية عشان ما نخلطش الامور ببعض. فانا قاعدة فاضية فقول مش هرد. لا ايه ده رنة واحدة؟ ايه ده رنتين؟ لا انا ما ردش، كرامتي ما تسمحليش ارد قبل الرنة الرابعة. ازاي يعني يتقال سارة معتز بترد بسرعة؟ هزر، احنا هنخيب على السن ده. بصراحة يا جماعة مش قادرة اقاوم القهوة، انا اسفة. احنا بقينا كده، المسج لا ايه هرد في نفس الثانية، مش من مقامي. وللأسف الناس بقت تحب ده وبقت متعودة على ده، ونستغرب لما نلاقي ناس طبيعية. والله كلنا على فكرة، انا زيكم بستغرب، ايه ده حد بيرد بسرعة عليا؟ ايه ده الله، ده ناس سوية، ايه ده مش عارف ايه.
الطبيعي بقى هو اللي غريب. فاكرين الحلقة بتاعت الطبيعي بقى مش طبيعي والغريب هو والوحش هو اللي بقى طبيعي؟ للأسف. ارجعوا للحلقات اللي قبلها عشان بجد في كلام كتير بقوله ببقى شرحاه اكتر في حلقات تانية. فاحنا جيل بقينا حاسين ان يا العمر معانا طويل، ضامنين احنا عمرنا يعني استغفر العظيم عايشين حياة أبدية. صمت عقابي بقى وتقله. اصل احنا ما عندناش لسان، استغفر العظيم اتسخطنا لساننا اتقطع. بدل ما نحل مشاكلنا مع بعض بالكلام والنقاش عشان احنا ناس كبيرة وناضجة وواعية. فين واحنا صغيرين في الحضانة مش كان يقول لك زعلان من صاحبك روح قول له بوسه وقول له ما تزعلش مني؟ احنا بقى نسينا، محتاجين نرجع KG1 تاني. عندنا لساننا ربنا اداهولنا عشان نتناقش بيه مع الناس ونحل مشكلاتنا، مش تختار الصمت العقابي ونهرب من المشكلة عشان احنا ايه باقيين على بعض وحابين بعض، مش عايزين العمر يجري بينا والوقت يعدي واحنا زعلانين من بعض. فاهمين حاجة؟ فصدقوني الحياة أقصر من إن احنا نعمل كل الخطط والحوارات والصمت العقابي والتقل مش عارف في مصطلحات كده سمعتها من كام يوم، حاجات غريبة كده وجوستنج ومش عارف ايه، وده اللي افتكرته يعني دلوقتي. كل ده الحياة أقصر وأبسط من إن احنا نعمل كده. بسرعة انجز نفسك، حل مشكلتك مع الشخص اللي بتحبه. صدقوني دلوقتي الناس الكويسة مش سهل أبدا إنك تلاقيها. الصاحب الكويس امسك فيه بإيديك واسنانك وحل مشاكلك معاه، متخليش الشيطان يوسوس. وطول ما انتوا بعاد الجاب هتزيد والشيطان هيلعب والنفس تقولك ما هي بتعمل كذا، ما هو بيعمل كذا، ما هو أكيد من غيري مش عارف كل حاجة بعد النقاش بتحس إنه إيه الهبل ده، كل حاجة فكرت فيها طلعت غلط. عن تجربة شخصية highlighted، عن تجربة شخصية. لأنه أنت لما تعمل كده بيبقى it's too late. لما الشخص يروح منك ويبقى مش معاك هتزعل، ترجع تقول طب أنا عملت إيه؟ أنا ما عملتش حاجة، مش للدرجة دي، لأ للدرجة دي ونص. مشاعر لما بتختفي تدريجيا بسبب الانتظار بشع. الانتظار أبشع شعور ممكن حد يحس بيه، بداية من انك تستنى حد وانت خارجين مع بعض، مستني اوبر، مستني حد في الشارع، مستني دورك في ايا كان في عيادة، للانتظار في العلاقات والحاجات دي. الانتظار بجد شعور وحش قوي. انا مش عايزاكوا تفوقوا متأخر قوي، مش عايزاكوا تفوقوا متأخر، مش عايزاكوا تنجرفوا، الله على المصطلحات، مش عايزاكوا تنجرفوا وراء التيار بتاع السوشيال ميديا وبتاع جيلنا الرائع اللي هو اتقل واتقلي، ناس بتحب كده، اوعى تكون على طبيعتك، اوعى تكون عفوي، اوعى تكون مدري ايه. لا يا حبايبي بليز ابدأ بنفسك. عارفين حملة ازرع شجرة زمان من على السستينابيلتي؟ ابدأ بنفسك بجد، ابدأ بنفسك. الحياة هتبقى وردي لكل حد بقى هو الكويس، ان شاء الله هنلاقي الناس كويسة. يعني بجد خليك كويس زي ما انت، وهتلاقي حد شبهك وشبه قلبك كويس يلاقيك. ما تتغيرش عشان الناس بقت وحشة، اكيد في كتير شبهك هيلاقوك. بقى ركزوا، سبحان الله سبحان الله، في ناس حوالينا زي ما قلت لكم بيعشقوا المعاناة وبيعشقوا ان هم يتعاملوا بطريقة وحشة، ولما تتقل عليهم يعبروك، ولما تعمل لهم جوستنج وتتجاهلهم يدوروا عليك. ولما هنا ده بقى ريد بلانكت، ريد كاربت، مش ريد فلاج. ان دول اشخاص غير سوية للتعامل، هيرهقوك نفسيا حتى وان كنت انت مش واعي لده. الناس دي مش صح، الناس دي مش شبهك، مش ناسك. طلعهم برا حياتك، بدل ما تخسر نفسك اخسرهم بسرعة. مستني ايه؟ اكيد في حد جه في بالك دلوقتي، متأكدة ان في حد جه في بالك دلوقتي. لو حاولت معاه مرة واثنين وثلاثة قول له باي واديله استمارة 6، قول له مع السلامة. بس هرجع اقول تكونوا حاولتوا معاهم. انا لا ارجح قطع العلاقات بالناس من غير محاولات، بالذات لو كانوا الاشخاص دول كويسين. اوكي، تنويه. فاللي مش عاجبه بقى ان حضرتك سوي، بتتعامل على طبيعتك، بني ادم محب للحياة والناس والمشاعر،
مع السلامة، قول له حياتي جيم اوفر، خلاص انتهت، احنا مش شبه بعض، سوري، انت تستاهل حد احسن مني وبس. جملة سهلة جدا واتعملت في مليون قصة وعلاقة وفيلم ومسلسل قبل كده. انت هتستاهل لحد احسن مني، والله صح، فعلا انا استاهل حد احسن. فلو انت بقى فاكر ان صبرك وتحملك، انا مش هقول عليه صبر، تحملك لعلاقة توكسيك وتحملك لناس بترهقك وبتستنزفك نفسيا وطاقيا، مش عارفة طاقيا دي حاساها جملة مش صح، تستنزفك نفسيا، تستنزف طاقتك، حبيبي ده مش صبر، ده انت بتخسر نفسك وبتخسر مشاعرك الجميلة وثقتك في الناس تدريجيا بالبطيء. ما تخلطش ما بين الصبر وانك تبقى بتتحمل وتيجي على نفسك for no reason. لازم يكون في valid reason، سبب واضح وصريح ومنطقي ان انت تصبر على حد، وللصبر حدود. وهستنى في الكومنتس تقولولي هل فعلا الحاجات اللي انا قلتها عن الانتظار وان الوقت مهم والمصطلحات الجديدة الغريبة بتاع الجيلنا دي فعلا بتأذيكوا نفسيا، ولا شايفينها مريحة ونافعة مع علاقات؟ لو نافعة مع علاقات وعلاقتكم ماشية كده it's toxic. سوري، آخر حاجة مش عايزين نقول it's too late وبس. والله دي كانت حلقة النهاردة، أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة معايا الجمعة الجاية، بودكاست لاتيه على ريحة مع سارة معتز، كل يوم جمعة الصبح.